يا مساء الفل. اهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. البرنامج اللي بلخص فيه اهم واقوى الافكار في 5 دقايق وبس. لو كنت سمعت الحلقة اللي فاتت فانت عارف ان احنا بدأنا رحلة حقيقية، رحلة اسمها انا استحق. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن تقدير الذات وعن نظرتك لنفسك وازاي ممكن تكون أقسى حد عليها من غير ما تحس. لكن المرة دي احنا مش بس هنفكر، احنا هنتحرك. هنتعلم 7 عادات لو بدأت تطبقهم حتى لو بنسبة بسيطة هتشوف نفسك بعين تانية خالص، مش بعين النقد، لأ، عين الاحترام والتقدير والقوة. الكتاب اللي هتكلم عنه هو واحد من أكتر الكتب اللي أثرت في ناس كتير جدا حوالين العالم، العادات ال7 للناس الأكثر فاعلية لستيفن كوفي. لكن المرة دي مش هنتكلم عن الفاعلية في الشغل أو الإدارة، لأ، احنا هنتكلم عن الفاعلية جواك، عن ازاي تكون شخص بيقدر نفسه وبيعيش بقيم حقيقية. العادات ال7، سجل معايا يلا. العادة الأولى: كن مبادرا. ما تستناش حد يديك قيمتك، خد خطوتك. اللي عنده تقدير لذاته بيعرف انه مش ضحية الظروف، لكن هو اللي بيصنعها. العادة التانية: ابدأ والنهاية في ذهنك. شوف نفسك فين، مش دلوقتي، لأ، بعد سنة أو بعد 5 سنين. الشخص اللي بيقدر نفسه بيعيش بمعنى مش بعشوائية. العادة التالتة: ضع الأولويات لنفسك أولا. لو انت غالي عند نفسك هتتعلم تقول لأ، هتحمي وقتك وطاقتك وقلبك من كل اللي ما يستاهلش. العادة الرابعة: فكر بمنطق الكل يربح. اللي بيحب نفسه مش بيقلل من غيره، بيصدق ان الخير ليه وليك مش لواحد فينا بس. العادة ال5: افهم اولا قبل ان تتكلم. لما تسمع حد بجد انت كمان هتتعلم تسمع صوتك الداخلي، والتقدير الحقيقي بيبدأ من انك تسمع لنفسك. العادة السادسة: حقق التآزر. لما تحس انك جزء من الكل وان اختلافك اضافة مش نقص، ساعتها هتعرف انك مش محتاج تكون نسخة من حد عشان تبقى كفاية. العادة ال7 والأخيرة: اشحذ المنشار. الشخص اللي بيقدر نفسه بيراعيها، بيقف شوية، يراجع ويهدى ويستعيد طاقته، مش دايما شغال ومش دايما بيتنازل عن راحته. وفي النهاية كل عادة من دول مش محتاج تبقى كامل عشان تعملها، انت محتاج تبدأ بس. ونصيحتي ليك في الحلقة دي: تقدير الذات مش هدية، تقدير الذات عادة، ابنيها واحدة واحدة، يوم ورا يوم. وصدقني انت مش عادي، بس امتى هتشوف ده؟ عايزاك تفتكر دايما انك كفاية وانك تستاهل تبقى في مكان احسن. شكرا لقلبك اللي كمل معايا لحد هنا. ولو الحلقة دي لمست فيك حاجة ابعتها لحد يمكن يحتاج يسمعها. واستناني في الفيديو الجاي مع مواضيع وأفكار جديدة مفيدة في 5 دقايق وبس. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.